الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء مراحل النمو والارتقاء، القائل في كتابه العزيز: لتركبن طبقا عن طبق. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، إنه لمن دواعي البهجة والامتنان أن نفتتح هذا المهرجان المبارك احتفالا بالعقد الثاني من تأسيس هذه المدرسة، روضة التعليم العربي الإسلامي، بإصداء كلمة الاعتراف بالجميع لأصحابها الذين تكبدوا أنواع المشقات للتشريف هذه الجلسة بحضورهم ومشاركتهم معنا، فوجودهم بيننا شرف عظيم لهذه المدرسة. ودعوني أيها الحضور الكرام أقدم لكم رئيس هذا الجلسة، تلك القامة العلمية وجبل البلاغة الذي كان له باع طويل في أسرار علم البلاغة وإسهامات يشاد بها في تطويره. قد حسيت جلستنا اليوم بتشرفها بوجود أمثاله بيننا، أستاذي وشيخي الأستاذ الدكتور عبد الباقي شعيب وقاكا، حفظه الله ورعاه وتولى الله أمره. وكما أقدر جهود جميع الحاضرين اليوم ومشاركتهم معنا، بداية بفضيلة البروفيسور علي عبد القادر العسلي المحاضر بجامعة ولاية يوبي، والدكتور عبد الحكيم عيسى جبريل عميد مدرسة عباد الله الإسلامية، والدكتور مرتضى الإمام الكيدي المحاضر بجامعة لوري، والدكتورة حسنة فوميلايو أبو بكر حامد المحاضرة بجامعة لوري فقط، والدكتور كذلك مسعود عبد الله غاتا، وصديقي وحبيبي الأستاذ صلاح الدين عبد الرحمن باباتوندي مدير مركز العلم للتعليم العربي الإسلامي كرودو. ويجر به الإشادة بجهود أعضاء لجنة الإشراف على المسابقة الشعرية الذين لبوا دعوة الفن والجمال بصدر رحبة، يتقدمه المشرف العام البروفيسور مرتضى عبد السلام الحقيقي المحاضر بجامعة ولاية بوشي، إلى جانب أعضاء اللجنة الأستاذ آدم يوسف أبولاجي والأستاذ أفولابي حبيبو أولا ملكان والأستاذ عبد الرحمن أحمد السيوطي، فجزاهم الله خير الجزاء. آمين. وأصف كلماتي العاطرة إلى الحضور الكرام من المديرين والأساتذة والطلاب جميعا الذين شرفونا بحضورهم في هذا المهرجان الثقافي، فجزاهم الله خيرا وجعل ما قدمت في ميزان حسناتكم. نجتمع اليوم في هذا الصرح العلمي للاحتفال بالعقد الثاني من تأسيسه، تتويجا لاستمرارية الجهود المبذولة نحو إعداد جيل وعي متميز وإسهاماته الدعوية في بناء مجتمع إسلامي راسخ المبادئ. 20 عاما مدت، لم تكن مجرد سنوات بل مسيرة علمية متواصلة وعصادا وافرا من المعرفة والقيم. لقد بدأت هذه المدرسة حلما صغيرا، فاليوم بفضل الله ثم بفضل جهود القائمين عليها الليل والنهار أصبحت منارة تضيء طريق العلم والمعرفة وتنشئ جيلا واعيا مؤثرا. نحتفل اليوم بما تحقق من الرؤيا وما ترسخ من الجذور وما تركته هذه المدرسة من بصمات في قلوب وعقول أبنائنا وبناتنا. ولأن هذا المهرجان هو ثمرة المسيرة الحافلة
لمدرستنا العريقة يجر بنا في هذه اللحظة المباركة أن نقف وقفة موجزة للتعريف بهذه المدرسة ومراحل تقدمها العلمي في هذه المنطقة. تعد روضة التعليم العربي الإسلامي إحدى المراكز العلمية والمؤسسات التعليمية الرائدة في مدينة كوردو، التي تجمع بين الأصالة والقيم الإسلامية والتعليم الأكاديمي المتطور. وقد انطلقت مسيرتها المباركة منذ تأسيسها يوم الأربعاء الموافق 9/11/2005 شوال 1426، وعدية نصب عينيها تربية أجيال تجمع بين العلم والأخلاق وتسهم في بناء مجتمع واعي متميز. وقد كان للمدرسة دور بارز في بناء كوادر متميزة، إذ خرجت 12 دفعة من طلاب المرحلة الإعدادية و10 دفعات من المرحلة الثانوية، مما يعكس التزامها بجودة التعليم واستمرارية التطور. كما تصدر المدرسة سنويا مجلتها العلمية الثقافية حصاد الروضة، التي تعد من أبرز إنجازاتها وتهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في البحث والكتابة والابتكار، وتعكس مواهبهم الفكرية والثقافية. واليوم ونحن ننطلق فعاليات مهرجان العقد الثاني، نريد أن نجعل من هذه الاحتفالية رسالة لا مجرد ذكرى، رسالة نؤكد بها هويتنا وانتماءنا ودورنا في حفظ إرثنا العظيم. لذلك اخترنا أن يكون المحور الرئيسي لمهرجان بعنوان الحفاظ على التراث الإسلامي وكيفية التعامل معه. فالحفاظ على التراث لا يعني مجرد تحسينه في المتاحف أو تقديسه في مكتبات، بل يعني أن نعيشه ونفهمه ونتعمق في دلالته، ثم نقدمه للعالم بلغة العصر وأدواته، دون أن نقف أن نفقد جوهره ونفرغ محتواه. وإن التعامل مع التراث الإسلامي يتطلب أمرين عظيمين: الأول الفخر والانتماء، أن نعرف قيمة ما نملك وأن نربي أبناءنا على الاعتزاز بهويتهم الإسلامية. الثاني التجديد والإبداع، أن نأخذ من هذا التراث ما يناسب عصرنا ونحيي فيها الروح التي كان سبب تفوق أمتنا يوم كانت رائدة في العلم والحضارة. أيها الحضور الكرام، إن مهرجاننا هذا دعوة للتفكير والمشاركة واستلهام العظمة مما دينا لبناء مستقبل يليق بنا، فلتكن هذه الاحتفالية نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من التميز والعناية بهذا الإرث العظيم الذي هو أمانة في أعناقنا. وفي الختام أتقدم بالشكر إلى اللجنة التنظيمية لهذا المهرجان على حسن عنايتهم وتنسيقه المتميز، كما أشكر أسرة المدرسة من أساتذة والطلاب، فجزاكم الله جميعا خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المهرجان بداية انطلاقة جديدة لمدرستنا نحو مزيد من التميز والريادة، وأن يبارك في مساعيها وأن يجعل التوفيق حليفها، إنه على ذلك قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنك فاعل تزعل عقول بذاتي طريقة والوصول بذاتي طريقة والوصول لأنك فاعل تزعل عقول
بميزاته الطريفة والأصول. فجزى الله المدير عنا نحن الطلبة وعن التعليم والتربية خير الجزاء، اللهم آمين. فالآن نذهب إلى لب الجلسة التي هي المحاضرات، والذي سيترأس ويملك زمام هذه القطوة وهو سعادة البروفيسور عبد الباقي شعيب أجاكا أبو البارافيس، حفظكم الله ورعاكم. أكيكم شرا ولا لاكيتم ما باكيتم ضرا، اللهم آمين. أشكر لكم كعبادتي من بين رموز سعادتي، وبه يعلو زعادتي. أهلا بكم يا سادتي. أشكر لكم كعبادتي من بين رموز سعادتي، وبه يعلو زعادتي. أهلا بكم يا سادتي. أشكر لكم كعبادتي من بين رموز سعادتي، وبي يعلو زعادتي. أهلا بكم يا سادتي. أشكر لكم كعبادتي